سلام. عدد حريشات اللي ممكن انكم تجربوا للفطور او للكوتي او للانش بوكس ديال وليداتكم. حريشات بالليمون الحامض، صراحة بواحد المذاق لا يقاوم، كيجيو مرملين وفنين، يعني كيجيو شي حاجة اللي غاية في الروعة. ان شاء الله تجربوهم وتعرفوني علاش كندوي شي حاجة اللي كتجي خطيرة بزاف. الا كنتو اول مرة كتشوفوا هاد القناة هادي فما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات، وما تنسوش لايك للوصفة. الناس الجداد او لا القدام، مرحبا والف مرحبا بالجميع، الدار داركم. واحد لايك لدار الباشا. ويلا هو نبداو الوصفه ديالنا. فواحد البول غادي نديرو عندنا ثلاثه البيضات يكونوا بالحراره ديال الكوزينه. دائما كنقول لكم البيض الا كان بالحراره ديال الكوزينه راه كيخلي لينا الخمارات يتفاعلوا وتجينا الوصفه زوينه. عندنا كاس ديال السكر سنيده اللي فيه واحد قبيصه ديال الملحه. عندنا واحد ساشي ديال الفاني، كنخلطو مزيان مزيان. وضفنا معاهم كاس ديال الزيت. دائما العبارات او الكاس راه بالكاس ديال العنبه متعارف عليه دائما كيكون العبار ديال المغاربه بالضبط هو كاس ديال العنبه. غادي نضيفوا واحد قشره ديال الحامض. انا عندي هنايا المركز ديال الحامض اللي كناخذ القشره ديالو حتى هي كنحتفظ بها ونخدموها هكايا في الوصفات. استعملت هنايا واحد جوج معالق كبار، حتى ل3 كاع الا بغيتو تستعملوه ديال القشره ديال الحامض. الا كانت هذه حيت كتكون مخلطه مع السكر، اللي استعملتو ما تخافوش منه، يعني حتى 3 المعالق. كنتو غتستعملوا العادي فديروا واحد الحامضه حتى لجوج حامضات هكايا محكوكين. صافي هادو هما القياس. وغادي ناخدو كاس ديال عصير الحامض. الا كنتو غديروا الحامض هكايا طري وغتعصروه غتاخدوا كاس ديال الحامض. كنتو غديروا مركز هذا اللي انا كنت خدمته معكم وغنخليه لكم في صندوق الوصف، يعني ترجعوا ليه الا بغيتوا تخدموه ان شاء الله. نتمنى انكم تخدموه لانه غينفعكم بزاف ديال الوصفات وكيسهل عليكم الامور. وكيبقى في المجمد يعني واخا حتى عام ما كيخسر من حتى شي حاجه. وكيسهل عليكم الامور وقت اللي بغيتوا بحال هاد الوصفات كتلقاوه موجود. كناخذوا هنا عندنا كاس اللي قلت لكم. الا غديروا ما عندكمش هذا المركز هذا غادي ديروا كاس ديال عصير الحامض مع قشره ديال جوج حامضات. انا هنايا اللي عندهم هذا المركز ديال الحامض فغناخذوا كاس ديال الماء وغادي نضيفوا فيه جوج معالق كبار ديال هاد المركز الحامض. نخلطوه هكايا مزيان حتى كيذوب وكنستعملوه. كيعطينا واحد النكهه اللي خطيره في هاد. صراحه هاد المركز انا كنصحكم الصراحه يكون دائما موجود عندكم في المجمد. في الوقت اللي يكون هكايا الحامض رخيص صراحه اعتمدوه، لان عرفتي حتى في الكيك راه كيجي شي حاجه اللي خطيره بزاف. وانا فايت شاركت معكم لي كاب كيك بالحامض راه كيجيو شي حاجه اللي واعره. راه ما كاينش اللي ما كلاهمش وعجبوه بزاف. صراحه كاين فرق انه ملي درت المركز ديال الحامض وملي درت الحامض العادي. المهم هذه غير واحد بين قوسين. صافي من بعد ما خلطنا هاد السوائل مزيان فحنا غادي نضيفو سميده رقيقه. عندنا كيسان ديال السميده رقيقه اللي كنطيبوا بها الحرشه. وعندنا جوج خمارات. ملي نزيدو السميده نحركو مزيان هنا باش نعرفوا الكميه ديال الدقيق اللي غادي نضيفو. نخلطو هكايا مزيان مزيان حتى كتنسجم لينا مع دوك السوائل. عاد نضيفو جوج خمارات الوزن ديال كل وحده 8 غرام. وغادي نضيفو الدقيق. غادي نحتاجو هنايا لجوج كيسان ديال الدقيق الفورص. غنضيفوه على دفعات باش ما نطيحوش في ديك يكون كيشرب ولا تجينا العجينه قاصحه. حنا هنايا هاد العجين هذا ديال الحرشه نحتاجو يكون شويه رطب، ما يكونش هكا عجينه تكون قاصحه. داكشي علاش غنحيد الطراب اليدوي. ما كاين ما احسن من اليد باش كتحسوا بالدرجه اللي وصلتوا ليها ديال العجين. صافي انا غنستعمل هنا اليد ونبدا نخلط شويه بشويه وانا كنضيف الدقيق شويه بشويه. تقدر تهز ليا هذوك جوج كيسان كاملين، تقدر تهز ليا غير النص. المهم نبقاو نضيفو الدقيق حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيجي خفيف بزاف، يعني خفيف ولكن سهل اننا بحال قلتو كيتلصق باليد. يعني هو باش نشكلوه خصنا ضروري اننا ندهنو يدينا يا اما بالزيت اولا بالماء. هذه الدرجه اللي خاص توصلوا ليها في هذا العجين هذا، يعني يكون كيتلصق في اليد. انا هنا راه درت هذوك جوج كيسان، يعني هز ليا هذاك جوج كيسان كاملين وبقى هكا كيتلصق. راه حتى في الفيديو راه غادي يبان لكم الدرجه كيفاش داير. هو راه خفيف بزاف. عاد غادي نحطوه على ما نوجدو. فاش غنفندوه علاش ما نوجدو نشعلو الفران والمسائل اللي راكم عارفين غيكون هي راه كتشرب. داكشي علاش
داكشي علاش العجينة ما خصهاش تجينا قاصحة باقا خفيفة بزاف، داكشي علاش أنا غنضيف واحد شوية آخر. المهم الدرجة اللي قلت لكم أنكم العجين توصلوا ليه، آآ أننا خصنا ندهنو يدينا عاد نشكلوه باش ما يلتصقش لنا باليد، حيت هي باش ما كانت خفيفة وكندخلوها للفران راه كتجينا مزيانة، كتجينا هشيشة وكتجي مرملة. أما إلا كانت العجينة هكا خليناها قاصحة فراه كتبقى لينا الحرشة قاصحة، وحتى أنها ما كتشقق من حتى شي حاجة. صافي ملي كنوصلوا لهاديك الدرجة كما قلت لكم العجين يكون كيتلصق، غادي نخليها على جنب غير بما نوجدوا المسائل اللي غنخدموا بها، يعني نوجدوا اللاطه، نوجدوا يعني كاس هكايا راه ما عامرش كما شفتوا، يعني ما ضفتوش كامل هذاك الثاني. صافي كنجيبوا اللاطه ونجيبوا هنايا السميده غليظه هي باش غادي نفندوها. تقدروا تخلطوا شي حاجه مع السميده ديال التفناد، هذا كيبقى اختيار، يعني السميده غليظه يا اما ديروا الكوك ولا ديروا الزرارع ولا تحتفظوا بها غير هكا. صافي وكناخذوا زلافه نديروا فيها شويه ديال الماء كما قلت لكم، الا خدمتوها غير باليد كتلصق لكم باليد، هذا هو العجينه كيفاش خصها تكون. صافي كندهنوا يدينا هكايا بشويه ديال الماء، نديرو كويرات في الحجم هكايا ديال واحد المنظرينه صغيره، ونضربوها شويه بيدينا بحال كنقرصوها غير شويه، ماشي نقرصوها حتى تجينا رقيقه بزاف بحال الخبيزه، لا غير واحد شويه ما تبقاش هكايا في شكل دائري. صافي ونحطوها في واحد اللاطه. لاطه ماشي شرط ما ندهنوهاش، لانه هاد الحرشة أولا أي حرشة كما بغات تكون ملي الحرشة ضروري مع كنفندوها، فما كتحتاجش اللاطة ديالها أننا ندهنوها لأن ما غتلصقش هنا في اللاطة. صافي كنبقاو بهاد الطريقة هادي حتى كنكملوا أولا نعمروا هاديك اللاطة. الفران كيكون شاعل من قبل وكيكون سخون. نقصوا شوية العافية كتكون هكايا متوسطة، ما تكونش مجهدة بزاف بحال غنطيبوا الخبز، وما تكونش ثاني خفيفة بحال غنطيبوا الكيك. المهم تكون بين وبين، تكون متوسطة. كندخلوا هاد الكيكات أولا الحريشات، مشات فمي الكيكات صافي. كندخلوا هاد الحريشات الفوق حتى كيتحمروا وكنهبطوهم لتحت يكملوا التحمار ديالهم. بغيناهم يجيونا هكايا مفرقعين، يعني إلا بغيتوهم يجيكم غير بحال الكاليط بحال هكا كطلعوهم الفوق حتى كيطيبوا هكايا من الجناب تبان لكم بداو كيتحمروا. صافي وكنهبطوهم لتحت يكملوا التحمار ديالهم، وغير كنخرجوهم كنغطيوهم بشي منديل باش هكا كيبقاو لينا فتيين. الا بغيناهم هكا يجونا مشقين فحنا كندخلوهم لتحت، العافيه كتكون فوق منهم حتى كيتشقوا وكنطلعوهم الفوق باش يكملوا الطياب ديالهم. وهادو هما الحريشات ديالنا بالمذاق ديال الليمون الحامض، كيجيو واعرين بزاف هشاش ورطبين، يعني شي حاجه غايه في الروعه. بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد راه ما كيخسروا من حتى شي حاجه، كتخليوهم حتى كيبردوا مزيان، تاكدوا انهم باردين مزيان مزيان. كنجمعهم هكا في شي بلاستيكه اولا في شي صوبيره تكون كتسد مزيان باش ما كيدخلش ليهم البرد، وفي نفس الوقت ما يشموش هذوك الروائح ديال الماكله اللي كتكون في المجمد. صافي وكتخليوهم وقت اللي بغيتوهم راه كتجبدوهم، ما كتسخنوهم ما حتى شي حاجه، غير كيطلقوا راه كيجيو واعرين بحال يلاه طيبين. بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، خليتكم على خير. بسلامة، الفيديوهات جاية إن شاء الله.